السلام عليكم، معكم صور دي زاد في شرح جديد ان شاء الله. شرحنا اليوم هو كيفية كتابة اسمك بشكل احترافي جدا بدون الفوتوشوب، غير في موقع نعم، هذا هو الموقع. اول شيء اطلب لكم زيارة صفحتي وعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك، www.facebook.com/كورالاباديزد، أو مدونتي على الفيسبوك، عفوا، أو مدونتي بصور ديزاين بلوجر كوم، أو للتواصل عندي حسابي. هذا هو حسابي الأول، وعندي هذا هو حسابي الثاني. كل هذا سوف تجدونه في الديسكريبشن. إذا بدون إطالة ندخل إلى هذا الموقع. أول شيء من تدخل هذا الموقع سوف يظهر لك مثل هذا الشكل. هناك الكثير من الأشكال. الشكل الذي يعجبك اضغط عليه. كاين الباجة الأولى والثانية، كاين بزاف أشكال رائعة. كاين أشكال بزاف. تنتظر شوية. انا غادي نختار كاين الشكل هذايا، وانت الا ما عجبتكش اختار منها، كاين بزاف. كاش نختار هذا واللون. اذا نضغط هنا على النافذة الزرقاء، ثم انتظر شوية بلا ما يطلع هذا الصفحة، ثم اضغط اوكي. المشاركة في الفيسبوك، الدخول عن طريق الفيسبوك اوكي، ثم لوغي تخطي. انتظر شوية. انتظر شوية. إذا أنا كتبت اسمي هنا، اكتب اسمك هنا مثلا أصبرتو قد ما تتعمر هذا الصفحة. هذه هي صفحتهم على الفيسبوك. نعم. إذا أنا صراحة كتبت في هذا الموقع من قبل. إذا هو اختار اسمك، الاسم الأول والاسم الثاني. الأول الذي يظهر لك هنا، الثاني ما يظهر لكش. اكتب أي حاجة، مثلا اسمي منصور، مثلا فل، مثلا وليد، ثم اضغط هنا فرع غرب وليد، ثم هنا هذه خرجت لك الاسم. إذا ما عجبتك هذا هو التعليقات. وهناك الأشكال بزاف هنا. إذا عجبتك اكتب الاسم الخير. إذا عجبتك اضغط هنا داونلود في البي سي. إذا هي هذه الصورة تحملت معك، وسوف تجد لها في التيليشارجمون. تسيب الفوتو، وإذا ما عرفتش أروح عفوا، إذا ما عرفتش غادي تخرج لك كيما هكا. ديرها في البير، نضربها كيما هكا، وارسلها. غادي تخرج لك هنا، قلبها عليا وحطها في البيرو، وغادي تسيبها في البيرو طبعا. مثل ما قلت، كان معكم صورة زاد، في امان الله في شروحات قادمة ان شاء الله. واسف على التأخير الذي كنت مريض.
تقبلوا تحياتي، كان معكم صبي.